بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة تاني يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، ربنا يعوده علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب بالخير واليمن والبركات. جايلكم النهاردة في فيديو جديد، وصفة جديدة. النهاردة عايزة أقول لك كده بقى، لما حماتك تيجي تزورك كده في العيد اعملي لها الواجب كله واعملي لها الأكل اللي هي بتحبه، وخرجيها من عندك كده مبسوطة. هتدعي لك، دي دعوة الحما في السماء، وخليها كده يعني تبقى مبسوطة منك، وتشرفي نفسك كده قدام جوزك وقدام اهل جوزك. هيحبوكي، وفي نفس الوقت هي جوزك هو كمان هيحبك وهيرضى عليكي. وانت عارفة بقى لما جوزك بيرضى عليكي بتبقى الدنيا عاملة ازاي. فعشان كده بقى راضيها واجبري بخاطرها كده، وشوفي الاكل اللي هي بتحبها والحاجة اللي هي بتبقى مبسوطة منها اعمليها لها، وما تخرجهاش زعلانة من عندك. خليها كده تبقى خارجة مبسوطة، وتقولك كلمة حلوة وتدعيلك دعوة حلوة كده في ايام مفترجة. لو اول مرة بقى تشوفي قناتي، فضلا وليس امرا اعملي لايك واشتراك وشير القناة، وفعلي معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد من فيديوهاتي مطبخ ام عبد الله. نبدأ كده ونسمي الله ونصلي على رسول الله. وهنعمل كده النهاردة الأكلة اللي حماتي كانت بتحبها. هنعمل أكلة هنعمل الكوارع وهنعمل كمان شوية محشي ورق عنب، بس هنعملهم بطريقة حلوة جدا. كل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده الكوارع بتاعتي قبل ما بحطها في المية لازم بغسلها كويس قوي. وبشيطها من الشعرات الصغيرة اللي بتبقى موجودة فيها دي، وبنقعها بالمية والملح والخل والليمون. هندي الكوارع بتاعتنا في وبعد الاول كده كده هنعمل غلوتين بقى تلاتة، قيمة هنجيب ربع ساعة حله كده. كده نسيب ونحط فيها الكوارع بتاعتنا ميه تغلي على لما لحد النار. ما ولما الميه الدم بتاعتنا اللي ديت فيها تقرب كده تنزل، تنزل، هننزل بالكوارع والزفاره بقى بتاعتنا والريحه بعد ما والريم شيطناها والريحه اللي مش وغسلناها في كويسه في المية والملح الكوارع ديت والليمون هننزلها والخل. كلها في الشوربه هننزل او بيها في الميه هننزل بقى الاولانيه في بتاعة الميه الربع ساعة بتاعتنا دي. الأولانية من غلو وندي الكوارع. بعد الكوارع كده بقى هنصفي المية دي، وهنشطف الكوارع بتاعتنا بمية نظيفة، ونغسل الحلة بمية نظيفة برضو. وبعد كده هنضيف بقى في الحلة تاني، هنحط فيها نصها كده من المية. الحلة بتاعتي دي حلة ضغط، بيبقى فيها علامة كده، بيبقى فيه رقم مكتوب كده في الجنب. تاخدي بالك ان انت المية بتاعتك او معيار او مقدار الحلة ما يزيدش عن الرقم اللي في الجنب ده. هنحط بقى في المرة التانية بعد ما شطفنا الكوارع بتاعتنا مرة أولانية، هنحط بقى المية دي، وهنستنى عليها بقى لما تغلي. وبعد ما نشطف الكوارع بتاعتنا هننزل بيها على المية التانية دي. والمية التانية دي هتبقى هي الشوربة اللي هنعمل بيها المحشي بتاعنا. تقدري تعملي بيها فتة، تقدري تعملي بيها ملوخية، تعملي بيها محشي ورق عنب. شوربة الكوارع تشربيها بس كده بتبقى جميلة جدا جدا. بعد ما شطفناها نزلنا بيها بقى على المية اللي هنعملها شوربة. وبعد كده هنزل بالبهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي بصل وتوم وطماطمية كده وملح وفلفل وورق لوري ومستكة وحبهان، وحط طماطمية كمان بتخلي طعم وريحة الشوربة بتبقى جميلة جدا. لو عندك بقى جزرية كمان تقدري تقشريها كده وتقطعيها وتحطيها. كل دي بتبقى اضافات بتدي نكهه وطعم حلو قوي للشوربه بتاعتنا. شوربه الكوارع بتبقى مفيده وجميله جدا، اوعي ترميها، بتبقى حلوه قوي للناس اللي عندها يعني تعب في الاعصاب، ومفيده للعظام. وفيها بروتين عالي جدا جدا. خلاص حطينا الكوارع بتاعتنا والملح بتاعنا بقى، علشان احنا هنعملها في حله الضغط زي ما انتم شايفين كده. فبحط الملح بتاعي والتوابل والبهارات بتاعتي والحاجات بتاعتي كلها، وبسيبها بقى مع نفسها كده لحد ما بتستوي. الكوارع بتاعتي في حلة الضغط، لو الكوارع كبيرة بتاخد حوالي ساعة ونص أو ساعتين. لو هتعمليها في الحلة العادية بتاخد لها 6 ساعات طص كده في الحلة. ممكن تعمليها يعني تغليها على بيات، تسويها نص تسوية كده، تديها مثلا نص ساعة أو ساعة في الحلة. وبعد كده بتسيبيها بقى تقفلي عليها، تكمريها كمرة كده، وبعد كده بتشغلي عليها تاني. ما بتاخدش معاكي وقت طويل لو انت ما عندكيش حلة ضغط. لو عندك حلة ضغط حطيها بقى في الحلة زي ما عملنا كده، واقفلي عليها وسيبيها تاخد لها ساعة او ساعتين. الكوارع بتاعتك صغيره هتاخد لها ساعه او ساعه ونص، لو كبيره هتاخد لها ساعتين، مش هتزيد اكتر من كده عشان تطلع مستويه وحلوه معاكي. بعد كده بقى هنعمل ورق العنب. ورق العنب بتاعنا المجمد، ناس كتير تقولك ما بتغسلوهوش، لا احنا بنغسله يا جماعه، بيبقى حلو جدا اهو. بتطلعيه بتحطي بقى ميه في البوله او الحنفيه شغاله كده، وبنفك ورق الاسترتش اللي عليه او الورق البلاستيك اللي عليه، وباخده كده تحت الحنفية. بتاخدي بالك عشان ما يتكسرش منك. وبنغسل كده زي ما انتم شايفين، بنمرر المية عليه، وبنحطه في قلب المية المغمورة، وبتغسل بيبقى معانا جميل جدا، طعمه ما بيغيرش وما بيحصلوش اي حاجة. زي ما انتم شايفين الورقة معايا سليمة اهي، وغسلتها وما حصلهاش اي حاجة، والطعم زي ما هو، ما فيش اختلاف، المزازة اللي فيه زي ما هي. لان بنضيف على اضافات تانية بتحافظ على المزازة او الطعم بتاع ورق العنب اللي احنا عارفينه.
بعد ما باخلّص ورق العنب بتاعي غسيل زي ما أنتم شايفين بالشكل ده كده، بافضّي المَيّة بتاعتي وباكون مجهّزة بقى حلة على النار، باحط فيها نُصّها مَيّة واسيبها كده لمّا تغلي، بعد كده باحط فيها شوية ملح وعصرة ليمونة ومعلقتين كده من الزيت، وباسيبهم على النار كده لحد ما المَيّة تغلي، زي ما أنتم شايفين المَيّة بتاعتي كانت غلت أهي. وبعد كده بقى ورق العنب بتاعي اللي أنا غسلته بانزل بيه شوية الزيت وشوية وعصرة الليمونة دي بتخلّي معلقة الزيت دي بتخلّي ورقة العنب بتاعتِك تبقى بتلمع كده وتبقى حلوة كده، شكلها حلو وأنتِ بتحشي وأنتِ بتسوّي المحشي بتاعِك، ما بتبقاش بهتانة كده ودبلانة، لأ بتبقى كأنها لسه طالعة طازة معاكِ كده كأنِك جايباها لسه من الأرض النهارده. وعصرة الليمونة دي بتحافظ على المزازة بتاعة ورق العنب، بتخلّيه طعمه برضه كأنِك لسه جايباه جديد. والملح طبعًا بنحط ملح في أي حاجة بنسلقها علشان تعادل الطعم ويبقى طعمه كويس معانا. بنحط ورق العنب بتاعنا ما بنخلّيهوش ما بيقعدش معانا وقت طويل، وأنتِ بتغسليه تاخدي بالِك إن أنتِ ما بتنكشيهوش أو ما بتفعكشيهوش عشان لمّا بتيجي تحشيه تبقى الرصة بتاعته كده ما تتعبكيش وما يبقاش معاكِ مبهدل تقعدي بقى تفردي وتقعدي تعملي، لأ بتبقى الورقة مفرودة وفي نفس الوقت مغسولة ونضيفة. باعمله كده طبقات على مراحل كده، باغسل ورق العنب باسلقه زي ما أنتم شايفين بالشكل ده كده، وبعد ما باخلّصه سلق باطلّعه في مصفى كده على جنب، وبعد كده ما باغسلهوش بعد ما باطلّعه من المَيّة السخنة، باسيبه كده يهدى بس كده وما باغسلهوش عشان لو غسلتيه المزازة اللي فيه هتنزل منه في قلب المَيّة ومش هيبقى كويس معاكِ، لإن أنتِ نزّلتيه في مَيّة سخنة، إنما غسيله بمَيّة ساقعة ما بينزّلش منه أي مزازة وبيحافظ على طعمه وبيبقى طعمه جميل زي ما هو كإنه لسه جديد. ده ورق العنب بتاعي أهو ما شاء الله جميل وشكله حلو أوي، وفي نفس الوقت الورقة محافظة على قوامها كده مش متبهدلة مش متقطعة ما فيهاش أي حاجة مش كويسة. سلقنا ورق العنب هنحطه بقى على جنب، وتعالوا بقى بعد كده عشان نعمل التسبيكة بتاعة ورق العنب بتاعتنا. بنجيب بقى طماطم على قد المقدار اللي انت هتعملي بيه، لو هتعملي رز بتحطي حوالي كيلو ونص كده من الطماطم الفريش. انا هعملها النهارده بطماطم فريش، ما كنتش عامله طماطم مش عامله الطماطم المتسبكه اللي بحطها في الفريزر. ده كيلو ونص من الطماطم اهو، غسلتهم كده وبنشيل القمع بتاع الطماطمايه وتغسلي الطماطمايه بتاعتك كويس قوي علشان ممكن تحت القمع ده بيبقى فيه اي حاجه مش كويسه، فانت بتحافظي على حاجتك كده علشان تبقى حاجتك نظيفه بقى، والناس اللي هتاكل طبعا اهل بيتك ياكلوا حاجه نظيفه كده وامنه. بنجيب كده 4 قرون من الفلفل اللي هو الفلفل الحامي وبنضربهم كده مع الطماطم، بيدي طعم حلو قوي ونكهه جميله جدا للمحشي بتاعنا او لتسبيكه المحشي بتاعتنا. بنصلي على رسول الله كده. لو وصلت لحد هنا بقى في الفيديو فضلا وليس امرا اعمل لايك واشتراك وفعلي معايا زر الاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد من فيديوهات مطبخ ام عبد الله. عملنا الطماطم وسلقنا ورق العنب، نيجي بقى بعد كده للتسبيكه بتاعتنا. بنجيب بقى 4 بصلات كده وبناخدهم كده نقطعهم مكعبات. لو قطعتهم بايدك بتفرق جامد يا جماعه والله. البصله لما بتتقطع بالايد بتختلف خالص عن لما بتعمليها بالكبه، بتبقى مسكره كده ما بتنزلش ميه منها وبيبقى طعمها حلو اكتر ما بتعمليها في الكبه. بعد كده بقى بنولع عليهم وبنحط عليهم شويه بقى من الزيت كده او شويه من السمنه او الماده الدهنيه اللي موجوده عندك اللي انت بتفضلي ان انت تعملي بها. حطيت معلقه كده كبيره من السمنه اللي هي ليه الخروف اللي انا كنت سيحتها معاكم قبل كده، وديت بتبقى حلوه جدا وبتبقى مخصصه عندي للتسبيكه المحشي والممبار والحاجات اللي زي دي. وبعد كده شوحت البصله عملتها كده نص تسفيره كده، وبعد كده نزلت بالتوابل بتاعتي كمون وكزبره وشطه وشويه من الزعتر وشويه من الصغيرين خالص من السبع بهارات. بنزل بيهم كده على البصله بتاعتي، بكمل تشويحهم مع البصله علشان لما بتشوحي البهارات مع البصلة او تشوحيها عامة بتطلع الزيوت الطيارة اللي فيها وبتبقى ريحتها حلوة او بتدي طعم ونكهة جميلة جدا للتسبيكة او للخلطة اللي انت هتعمليها. بعد كده بنزل بقى عليهم بالطماطم بتاعتي اللي انا فرمتها اللي هو الرتل ونص بتاع الطماطم، وبسيبها كده تتسبك. وبحط بقى معلقه صغيره كده من السكر علشان الحموضه بتاعه الطماطم بتاعتنا، لان الطماطم بتاعتنا طازه. وبعد كده بنزل بالملح بتاعي، مقدار الملح معلقه او معلقه الا ربع من مقدار الملح اللي انت هتحطيه على حسب ذوقك في الملح. حابه الاكل يبقى الملح يبقى ظاهر فيه او حابه الملح يبقى مش باين فيه، فده بيطلع بقى على حسب اختيارك انت وعلى حسب ما انت عايزه الاكل بتاعك. وبغطي على الطماطم بتاعتي وبسيبها كده تتسبك مع نفسها. على ما الطماطم بتاعتي تتسبك بكون انا مجهزه بقى حزمتين كبار كده او 3. الحزمه بتاعت الايام دي بتبقى صغيره قوي فانت كتري يعني تجيبي لك كده بقيمه ب5 جنيه خضره من اللي هي بتاعت المحشي دي، شبت وكزبره
لو بتحب بقى تحط بقدونس حط بقدونس، مش بتحب انا بحط شبت وكزبره بس. بنغسلهم كويس قوي، بتنضفها كويس قوي بقى من العود الاصفر او العود اللي مش كويس فيها، الحته الدبلانه، الحته اللي مش حلوه في الخضره بتاعتك، وبتغسليها تنقعيها كويس، وبعد كده بتقطعيها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بنزل على الصلصه بتاعتي، وبكون غاسله الرز بتاعي كيلو من الرز او 5 كوبايات من الرز، ومغسولين كويس قوي. الرز اللي هو المصري بيبقى حلو قوي في المحشي، احسن من اي نوع رز تاني بسمتي او غيره. بنغسل الرز بتاعنا وبنصفيه كويس قوي من الميه، علشان التسبيكه بتاعتنا ما تبقاش صايصه معانا كده، والطماطم تبقى تبقى ظاهره وماسكه في حبايه الرز بتاعتك. بعد ما بصفي الرز بتاعي بنزل على الخلطه بتاعه المحشي بتاعتي، وبسيبها كده على النار 5 دقايق مع التقليب. طبعا بقلب الخلطه مع الرز، بشوحهم كده مع بعضهم، بتدينا ريحه وطعم حلو قوي لخلطه المحشي. بعد كده بقى بنزل بنقل بقى التسبيكة بتاعتي في وعاية تانية او في نفس الطاسة اللي انا كنت عاملة فيها، وبجيب الحلة اللي هرص فيها المحشي، بجيب طماطماية كده كبيرة او طماطميتين وبقطعهم شرايح، وكمان بصلاية وبقطعها برضو، اغسلها واقطعها شرايح كده وارصها في ارضية الحلة. لو عندك بقى العنق بتاعت او العيدان بتاعت ورق العنب، بس ورق العنب بتاعي عشان ما هوش طازة، انا ما كانش عندي العنق، كنت مقطعاها ورميها قبل ما اخزنه. لو انت عاملة المحشي بتاعك طازة، بتجيب العنق بتاعت ورق العنب وبتحطها في أرضية الحلة، بتدي يعني مزازة، وبتزود في المزازة بتاعت المحشي، وبتديله طعم حلو قوي. وفي نفس الوقت بتحافظ على أرضية الحلة ما تتحرقش منك وما ترش، ويبقى أول سطر في الحلة زي آخر سطر، تبقى المحشيات بتاعتك مستوية وحلوة كده، وفي نفس الوقت ما هيش لازقة في أرضية الحلة. بعد كده بقى بنجيب المحشي بتاعنا وبنلفه. طبعا الورقة بتاعتك لو كبيرة ممكن تقسميها 2، لو الورقة بتاعتك صغيرة بتعمليها واحدة بس. بنحشي المحشي بتاعنا، بنجيب الورقة اللي هي الحتة اللي هي بتلمع بتبقى اللي هي بره، والحتة الخشنة بتبقى جوه، وبتحط بقى شوية الرز، وبتطبقي الورقة بقى شمال ويمين، وبعد كده بتلفيها زي ما انت شايفة كده، بتنزلي بيها لتحت. في ناس بتعمل المحشي كده بالعكس من الشمال لليمين، بس يعني مش عارفة، انا بحب اعمل زي الناس كده. لو الورقة بتاعتك هتقسميها وتعمليها 2 زي ما انتم شايفين كده، بتجيبيها بتعملي الورقة بتاعتك توقفيها بزاوية كده، وبتلفيها برضو بنفس الطريقة اللي بنلف بيها الورقة الكاملة، وبتديكي نفس النتيجة. لو عملت الورقة اللي هي الكبيرة، لو حشيتيها بحالها كده، هتبقى الورقة بتاعتك المحشية بتاعتك هتبقى كلها ورق، وفي نفس الوقت مش هتبقى حلوة. بنفس الطريقة بقى بنفضل نلف المحشي بتاعنا كده، وبترص المحشي بتاعك كده، تبقى رصته كده يعني يبقى شكلها حلو كده، علشان شكل الحلة بتاعتك يبقى شكلها حلو كده وظريف وانت بتقدمي الاكل بتاعك. واحنا شغالين بقى كده بنصلي على رسول الله كده، وبنستغفر ربنا كده، وبن تحاولي ان انت تاخدي حسنات وانت قاعده تستفيدي بالوقت اللي انت قاعده فيه ده. بنفس الطريقه بكمل المحشي بتاعي، وبعد كده بنكمل مع بعض بقيه الفيديو بتاعنا النهارده. لو وصلت لحد هنا بقى في الفيديو، فضلا وليس امرا اعملي لايك واشتراك، واعملي شير للقناه، وفعلي معايا زر الاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد من فيديوهات مطبخ ام عبد الله. هنا بقى رصيت المحشي بتاعي، خلصت الحله بتاعتي كلها، وزي ما انتم شايفين بالشكل ده كده المحشي بتاعي مرصوص جميل جدا. وانت بترصي بقى تاخدي بالك كده، بتحاولي كده ان انت ما تخليش رز يخرج بره المحشيه، بحيث ان الحله بتاعتك تبقى شكلها كده نظيفه وشكلها شيك وحلوه كده، علشان تبقى يعني تبقى حاجه كده تفتح النفس، لان زي ما بيقولوا العين بتاكل قبل قبل البق، او مش عارفه بيقولوا قبل بالظبط، بس هم بسمع ان هم يقولوا العين بتاكل قبل مش عارفه بعد كده بجيب ليمونه بقى كبيره كده، وبنغسلها وبنقطعها شرايح زي ما انتم شايفين كده، بنرصها على وش الحله. وكان فص توم كده، الفصل التوم ده بيدو طعم وبيدي نتيجه حلوه جدا، بالذات لورق العنب. بنجيب بقى الشوربه بتاعتنا. طبعا انا سويت الكوارع وقفلت عليها، انا هعقد بشوربه كوارع النهارده. العنب لما بيتعمل بشوربه الكوارع بيبقى طعمه جميل جدا. خدت شويه كده وحطيتهم في حله اهو، عشان كنت طفيت عليها من شويه. ولازم الشوربه بتاعتك قبل ما تحطها على المحشي تكون بتغلي، علشان لما تولعي النار تحته يغلي معاك على طول. بعد كده بقى بجيب معلقتين كده من اللي هو معلقتين اكل من اللي هو الدبس الرمان، وبقلبهم في الشوربه بتاعتي. وبعد كده بس ورق العنب بتاعي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. انا عملت بالمصفى بحيث ان الشوربه بتاعتي كان فيها بقى حاجات كده مستكه وحبهان مستكه، طبعا يعني دابت، لكن الحبهان والبصله بقى والورق اللوري والحاجات اللي زي دي
لما بتعملي بقى بالمصفى بيبقى الحله بتاعه المحشي بتاعتك بتبقى رايقه كده، وما بيطلعش فيها اي حاجه من اللي بتبقى موجوده في الشوربه غير الشوربه بس. بنسقي ورق العنب بتاعنا، الحله ما بتبقاش عايمه كده من الشوربه، لا السطر الاخير لو انت عايزه المحشي بتاعك يبقى مفلفل معاكي وحلو ومش معجن، بيبقى السطر الاخير يعني ما بيطولهوش ميه زي ما انت، يبقى يا دوبك كده ايه متنسم بالشوربه بس كده. وبنهز الحله كده شمال ويمين زي ما انتم شايفين كده عشان الشوربه تنزل لارضيه الحله بتاعتنا. بولع عليه بقى وبسيبه كده وبغطي عليه كده، بسيبه مع نفسه كده لحد ما يستوي. اول ما بياخد في الغليان بتاعي دقيقتين 3 كده بوضع عليه النار، بتبقى النار بتاعته وسط، وبسيبه كده لما لحد ما بيستوي، بياخد معانا ساعه الا ربع تسويه على النار. وهو بيستوي بقى كده بعمل بقى بعمل الكوارع وبطلعها كده من الشوربه زي ما انتم شايفين ما شاء الله مستويه ودايبه وجميله جدا جدا اهي. بطلعها كده من الحله وبسيبها كده في في طبق او في اي حاجه تانية عشان تبرد، عشان لما اجي اجهزها ما تبقاش سخنه في ايدي كده وتلسعني. نيجي هنا بقى لخلطة الكوارع بتاعتنا، والخلطة ديت بتبقى خلطة كده مميزة وبتدي طعم جميل جدا للكوارع، تبقى طريقة مختلفة كده عن أي طريقة تانية أعملها بالطريقة ديت، هتعجب كل اللي هياكلوها بصراحة. كانوا دايما بيحبوا الأكلة ديت، يعني يعني دي أكلتنا المفضلة. باحط كده معلقتين كده من الدقيق، وباحط عليهم معلقة صغيرة من الكركم والشطة، وباحط عليهم كده شوية أو كيس من الفيجيتار الحار. طبعا لما بنشتري الفيجيتار الحار ما بيبقاش حامي قوي، بس لو انت عندك بقى بيحبوا الحاجة حر قوي زودي كمان نص معلقة صغيرة كده من الشطة ومعلقة من النشا. وقلبي بقى كل الخليط في بعضه كده، وشوية من الملح طبعا، وقلبي كل الخليط اللي هو الجاف ده الحاجات اللي انا قلت عليها دي. وبعد كده نجيب بيضتين ونحطهم في طبق ونحط عليهم شوية ملح وفلفل اسمر وبنقلبهم في بعض كده زي ما انتم شايفين بالطريقة دي كده. بعد كده بقى بنجيب طاسة كده وبنحطها على النار. طبعا الطاسة بتاعتنا لازم تكون ناشفة من اي نقطة مية موجودة فيها، او لو مش ناشفة بتولع عليها النار دقيقة بس كده هتنشف على النار. وبعد كده بنحط فيها بقى شوية كده من الزيت، 100 كوباية من الزيت، وبنحط 100 كوباية من الزيت. وبعد كده بنحط رشة من الملح، الرشة ديت بتبقى مفيدة جدا عشان ما تطرطش عليكي، لان الحاجات اللي زي دي الكوارع والممبار واي حاجة من الحاجات اللي زي دي الفراخ واللحمة والحاجات اللي زي دي بيبقى فيها يعني بتبقى مبلولة من الشوربة كده، لو نزلت بيها على زيت على طول هتفرقع معاكي وهتطشطش وهتبهدلك الدنيا. خدي بالك من النقطة دي كويس. بعد كده بقى بجيب قطع الكوارع بتاعتي وبنزل بيها الاول على البيض. طبعا البيض اللي احنا متبلينه بالملح والفلفل، معلش انا بعمل بايدي، لو انت بقى تقدري تلبسي جوانتي او اي حاجه من دي انت براحتك، لكن انا بحب اعمل شغل بايدي كده، ما بعرفش بصراحه، ما برتاحش وانا لابسه جوانتيات وبحط الجوانتيات كده في حاجه الاكل. انا ايدي يا جماعه انا بغسل ايديا 5 مرات، 100 مرة في اليوم، 5 مرات وضوء في اليوم. الحمد لله احنا مسلمين وايدينا بتبقى دايما طاهرة ونظيفة. باحط الكوارع بتاعة الكفر في البيض الأول، وبعد كده ما تخافوش من البيض، ما بيديلهاش ريحة وحشة ولا حاجة، بالعكس بيديلها يعني طعم جميل جدا. وبعد كده باحطها في الكفر اللي هو بقى الخلطة الجافة اللي احنا قلنا عليها، دقيق ونشا وفيجيتار وكمون، وكمون لا مش كمون، وشطة وملح وشوية كده من الكركم، بقلبهم في بعضهم كده وبنزل من البيض بقى على على الكفر ده. وبعد كده بحطها في الزيت وهو سخن جدا، لازم الزيت يكون سخن قوي، ما تحطيش الزيت وهو بارد، والنار لازم تبقى عالية علشان ما تقعدش معاكي وقت طويل على النار وتشرب زيت، لان لو شربت زيت هيبقى طعمها مش كويس خالص وهتجزع نفسك كده وانت بتاكليها. ما بتاخدش وقت في التحمير، يا دوبك كده 5 دقايق من فوق ومن تحت. لما بنلاقيها خدت اللون الذهبي كده من تحت بنقلبها بالمعلقه بقى او بالكبشه او بالصفايه اللي احنا بنعمل بها دي، او باي حاجه موجوده عندك. وبعد كده بنطلعها على ورق مناديل او على طبق كده، لان ما كانش عندي ساعتها ورق مناديل. لما بتاخد اللون ده كده وبعد كده بنكمل بقيه الكميه الموجوده عندنا. بنفس الطريقة باعمل بقية الكوارع الموجودة عندي، وباحطها في الزيت وباحمرها وباطلّعها زي ما انتم شايفين طالعة ما شاء الله لونها دهبي ومقرمشة وجميلة جدًا، جدًا، بطعم مختلف وطعم مميز عن أي طريقة تانية. اعمليها بالطريقة دي هتعجبِك وهتعجب حماتِك وهتعجب جوزِك وأولادِك، الصغيرين قبل الكبار هيحبوها وهيطلبوها منِّك دايمًا.
وبكده نكون خلصنا الغدا بتاعنا النهارده او الفيديو بتاعنا النهارده او الاكله بتاعتنا النهارده. عملنا مع بعض كده الكوارع بطعم مميز وبطريقه مختلفه. وورق العنب بتاعنا ما شاء الله طالع مستوي جميل جدا وبيلمع وكانه لسه طازه. جربوها هيعجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك وفعلوا معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد. شكرا لك بقى.